ثلاثة أحلام يرسلهم الله عز وجل لك ليخبرك أنه يريد أن يتوب عليك ويريد أن تميل ميلا عظيما إليه. أما عن الرؤيا الأولى فهي أنك ترى نفسك في أرض ضرجاء لا زرع فيها ولا ماء والأشجار كلها يابسة، فهذه هي حياتك والذنوب والمعاصي، وكأن الله عز وجل يقول لك: أما آن لك يا عبدي أن تتوب وترجع إلي حتى أبدل هذه الخراب اللي انت عايش فيها إلى جنة خضراء، فإن رأيتها فسارع وبادر بالتوبة. أما عن الرؤيا الثانية وهي أنك ترى إنك بتمشي في مكان كله طين واتساخ، ثم بعد ذلك اتسخ الثياب بتاعتك، فالدنيا يعني سبحان الله كأن هذه هي حياتك، والاتساخ الذي أصاب ثوبك هو الذنوب والمعاصي اللي انت ارتكبتها، فما آن لك أن تتوب وترجع إلى الله حتى يبدل الله جل وعلا ذلك حسنات. أما عن الرؤيا الثالثة يا عزيزي وهي إنك انت يعني سبحان الله ترى نفسك أنك بتستحمى أمام الجميع، وكان الله عز وجل يقول لك: انتبه يا عبدي، لأن هناك يعني سبحان الله ذنب، وهذا الذنب قد تشتهر به أمام الخلق، فلا يرى العورة أحد إلا رأى أسرارك وأخبارك وعلم ما تفكر فيه، فاستعذ بالله من شر هذه الرؤى واسكت عنها. هل رأيت أحد منها؟ شاركها لغيرك.